كان في سجين عايز يهرب، بس بوابة السجن كانت قوية جداً، لا تتقص من جوه ولا من بره. في اللحظة دي واحد من الحراس قرب، فباركر عمل نفسه بيقص ضوافره ونجح يخدعه. وفي نفس الوقت كان في كلب تاني مخطط للهروب بقاله أكتر من 2 سنين، وجمع فريق من السجناء. لكن الخبر اتسرب، وباركر بلغ الحراس بالخطة، ومع ذلك ما قدرش يهرب من العقاب. رغم كده خطة الهروب ما وقفتش، ولما جه الوقت السجناء عملوا دوشة في الكافيتيريا، والكلب الكبير هرب بهدوء وسط اللخبطة. فجأة لقى حارسين وراه، فعمل نفسه ماشي وهو نايم، وفضل يتنقل بين الزنازين لحد ما قفل عليهم باب واحدة وسابهم جواها. بعد كده راح لمدير السجن اللي كان عند البوابة، قرب منه بلطف، وبعدها ابتدى يعمل حركات مضحكة. ولما الكل اتلهى جري وعدى من البوابة. المدير فاهم اللي حصل وصفر، وبعتوا فريق موتوسيكلات وراه. في الآخر حصروا الكلب في أوضة صغيرة. الموقف كان صعب، والكلب حاول يهرب لكنه خاف واستخبى في مدخنة. لما طلع يبص وقع لتحت في عربية شرطة، ورجعوه تاني لنفس الزنزانة.